جدو يحكي عموني هذا راح ابوها وامها اخوانها اثنين، بقت بس هي عايشه. دمعتها تقتصر دهورا من الألم، وأنينا لا يصل إلى القابعين في القصور. طفلة فقدت عائلتها في تفجير إرهابي غاشم، لم تكن تصرخ أو تولول، لكنها غصت بالدموع شجبا واستنكارا لعالم تخلى عن مقوماته الإنسانية، ولم يعد يعرف سوى استهداف الأبرياء وتفريق الأحبة. هذه مصيبتنا، وهذه احنا دا ندفع ضريبة لآل البيت. الحسين عليه السلام خاطب يزيد بن معاوية، قال له احنا مو حبا نقاتلك وإنما بغضا بأبيك، فاحنا مشروع دائم للاستشهاد. هذا سببها هو شنو؟ سبب انتصارات جماعتنا اللي هم أهلنا بالحشد الشعبي والجيش ومكافحة الإرهاب، الله يبارك بيهم. انتصاراتهم اللي هي صارت حسب ما بالمعارك اللي انحسمت نهائي، طلعوا غضبهم هنا. منطقة الشعب وتحديدا سوق 4000 كان هدفا للإرهاب، إذ كانت الأسرة قد خرجت لشراء هدايا بمناسبة نجاح ابنهما، لكنهم كانوا على موعد مع القدر، فبين فرحتهم بنجاح الابن كان لهم موعدا غير متوقع مع الموت، إذ سرعان ما دوى الانفجار وأطاح بهم وبعشرات الأبرياء. استشهدوا بسوق 4000، راحوا يسوقون هو وجهاله يشترون الملابس. هذا ابنه طالع ناجح، راح يشتري لهم ملابس واستشهدوا كليتهم. والله احنا الشغلة العراق انباع، ولدي استشهدوا بدولارات السعودية والصناعة الأمريكية. 13 عاما ودم العراقي لا يتوقف، نواح وبكاء ورثاء يستصرخ الوجدان، متوسلا أن ينعم الزمان ولو لبرهة لكي يشعر الناس بالأمان الذي فقدوه بسبب صراعات الداخل والمؤامرات الإقليمية والدولية. ترى هل يسمع العالم هذا الرثاء؟ وهل بوسعه أن يصغي لحظة لدموع الثكالى؟ 4 شهداء من عائلة واحدة ذهبوا ضحية تفجير غاشم، وهذه ليست المرة الأولى التي يبيد بها الإرهاب عوائلا كاملة. فأين الإنسانية ومواقفها الدولية أزاء ما يجري في العراق؟ من داخل عزاء وخيمة الشهداء، لقناة طليعة الفضائية، أحمد الساعدي، بغداد.